بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هنتكلم بسرعة عن حاجتين: موضوع غرامة كهرباء اللي اتكلمنا فيها امبارح، وكلامنا كان مؤكد إن الفيفا يعطي الزمالك صدمة وضربة قوية وفي مقتل. كهرباء ممتد لما الأغسطس يلعب براحته خالص خالص، مفيش أي مشاكل، والغرامة تدفع في أي وقت في المرحلة دي، والانتظار للمحكمة الدولية الرياضية في القرار بتاعها. يعني كهرباء شغال لشهر أغسطس زي ما قلنا، يبقى الكلام ينتهي لحد كده، ونحط نقطة من أول السطر. هنروح بكرة إن شاء الله، ميعادنا مع فاركو، الفريق المناكف المقاوح المعافر، معانا 9:15 إن شاء الله في استاد القاهرة. الفريق ده بلغة الكرة رخم ورزل قوي قوي قوي، ومن يوم ما صعد بقاله سنتين واحنا بنفقد امامه نقط كتير جدا، وكان سبب رئيسي ان احنا لعبنا وكملنا الدوري السنه اللي فاتت بالناشئين، وكان سببه الحكم الغندور المتغندر وعاشور حبيب الزنطور. الغندور اللي لغى هدف صحيح 100% البيرسي تاو، وخسرنا الثلاث نقط كالتالي. فرقة فاركو فرقة صعبة جدا جدا، ومباراة بكرة إن شاء الله هتكون صعبة وقوية. الفرقة ديت الفرقة معقربة بلغة الكورة، محتاجة فك، وجاية في وقت إن في إصابات كتير في النادي الأهلي. تاو جات له نزلة برد شديدة ومش هيشارك، وعندنا طبعا قالوا إن متولي وطاهر رجعوا للتدريبات الجماعية، ممكن يشاركوا أو لأ. طبعا اكرم وكريم ومنعم والسوليه لو السوليه جاهز ممكن يشارك، بس اللي موجود حاضر، والاهلي دايما بمن حضر. في الفرصه دي ممكن تفتح باب واسع جدا لبعض اللاعبين، منهم سافيو حبيبنا اللي هو بتاع السوبر، وشادي حسين القندوسي وكريستو وخالد عبد الفتاح. ممكن الكولر يحطه بجانب ياسر، لانه ما معهوش ورا الا ياسر، بجانب ياسر وهاني طرف يمين، ومحمد اشرف طرف شمال، ويريح علولو لان المكنه اشتغلت كتير. فقدامه شريف، قدامه شادي، لو طاهر جاهز يلعب ممكن ينزل حسين، ممكن ينزل في النص حمدي مع ديانج مع قفشه اللي بيلعب بالشوكه والسكينه. يعني الحلول موجوده باذن الله، وربنا يكرمنا بالفوز باذن الله والثلاث نقط، عشان نحصل فيوتشر اللي هو مستقبل الوطن.